كل يوم بتصحى من النوم وانت عارف ان مش بايدك تروح المدرسة او الشغل، بمزاجك او من غيره لازم تجهز وتنزل وتبدأ يوم ممكن تكون شايفه روتيني وممل. في فرجة هنقولك على شوية نصائح هيخلوا يومك مختلف ممتع واحلى بكتير بالرغم من اي حاجة ممكن تحصل لك. اول ما تصحى وبمجرد ما تقوم من على سريرك ابتسم وقول لنفسك صباح الخير، النهارده هيبقى يوم جميل ان شاء الله. ومهما كانت مشاكلك او همومك انساها للحظات وخد الوقت انك تعمل كده. فكر نفسك كمان ان اليوم ده هيجي مرة واحدة بس، مش هيتعاد تاني مهما حصل. لازم تخليه يوم ناجح ومثمر. وانت في طريقك للمدرسة او الشغل حاول تلقي التحية على اكبر عدد من الناس، تصاحبها ابتسامة جميلة مش اكتر. رغم بساطة اللي هتعمله ده الا انه كفيل انه يغير مود كتير من الناس دول، وهيشحنك انت شخصيا بطاقة ايجابية عظيمة. لما تجرب هتعرف احنا نقصد ايه. خد فواصل قصيرة من الراحة كل ما تحس انك محتاجها، وما تجبرش نفسك ابدا على المذاكرة او العمل لفترات طويلة غصب عنك. الدقيقتين اللي هترتاح فيهم مش هيضيعوا تركيزك، ولكنهم هيخلوك ترجع تكمل وانت في استعداد ذهني احسن، وهيضيعوا الضغط العصبي اللي ممكن تكون اتحطيت فيه نتيجة المذاكرة او الشغل. خلي عندك هدف ثابت مش بيتغير، وهو انك تساعد شخص واحد على الاقل. دور في يومك على حد محتاج اي نوع مساعدة، حتى ولو كان انك توصف له عنوان معين بس وجود الهدف ده عندك هيخليك ما تترددش اطلاقا في مساعدة اي شخص تلاقيه قدامك، واللي بدوره هيخليك انت نفسك مبسوط وفرحان وفقا لاكتر من دراسة. لو لقيت اليوم هيخلص من غير ما تساعد حد، دور على اي حد محتاج وساعده باي مبلغ متوفر معاك، وبكده تبقى زودت على نفسك ثواب واجر عظيم مع الفرحة. في نهاية اليوم اتأكد ان مفيش زعل او ضيق بينك وبين اي حد. كلنا بنمر بمشادات وخناقات على مدار اليوم، بس مفيش اجمل من انها كلها تخلص بمكالمات سريعة. فاحرص انك تحط راسك على مخدتك وانت عارف ان علاقتك كويسة بكل الناس. جمال الاحساس ده صدقني لا يوصف. ممكن النصايح دي ما تخليش يومك يبقى خالي من المشاكل ولا حاجة، بس هي كفيلة تخليك مبسوط ومرتاح رغم كل المشاكل. اهم حاجة تعملها في يومك انك تعمل لنا لايك وسبسكرايب. نشوفكم الفيديو الجاي.